يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هل في حياتك من هو أهم وأعز وأغلى من هؤلاء؟ هؤلاء لن يتخلوا عنك فحسب، سيفرون منك. هل تعلم من سيبقى لك ذلك اليوم؟ الرحمن. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. موقف مهيب جلل تقف فيه وحيدا خائفا، تحمل فوق كتفيك ذنوبك، تخلى عنك أقرب الناس لك، فتجد الله رغم كل ما اقترفته في حقه يتحدث عن ذاته بوصفه الرحمن، لا الجبار ولا المنتقم، الرحمن. أعتقد أنك قد عرفت الآن من سيبقى معك إلى النهاية ومن سيتخلى عنك.